أهلا بيكم أعزائي المشاهدين والمتابعين لقناتنا قناة فور يو من أجل لكم فيديو جديد معانا في مجال الموسيقى وشرح جديد في كورس الموسيقى اللي بنقدمه لكم على القناة، وبالتحديد شرح من شروحات أورج الموبايل أورج 2024 أورج الأندرويد. زي ما قلت لكم إن أنا هقدم لكم مجموعة من السمزات أو السكنات بتاعة أورج الموبايل أورج 2024، عشان الكل طلب مني ازاي اقدر اغير سيمز الاورج عشان خاطر احس ان هو اورج حقيقي، مش اورج اندرويد او اورج برنامج موجود على الموبايل. فبحاول ادور لكم على معظم السكنات الحقيقية بتاعة الاورجات الحقيقية، اورجات الحفلات. فالنهارده جايب لكم سكن جميل قوي لقيته، قلت اكيد هيعجب المشاهدين والمتابعين ليا وهيشتغلوا عليه. ويا ريت كل يتفرج على الفيديو وينزل سكن ويجربه يكتب لي في التعليقات ايه رأيه في السكن بعد تجربته للسكن وشغله عليه. نيجي بقى للشرح العملي، ندخل على برنامج الأورج عشان نشوف مع بعض السكن الجميل اللي جبناه النهارده. طبعا كالعادة لازم ننتظر لما الأورج يحمل للآخر، يعمل تحميل كامل عشان يشتغل معايا بشكل سليم ويبقى خفيف وسريع معايا. كده الأورج حمل زي ما انتم شايفين، علامة الVIP ظهرت وبنك الموسيقى كمان حمل معاه. طبعا دي النسخة اللي متعودين عليها، النسخة الفاضية اللي ما فيهاش أي حاجة، اللي احنا هنبرمجها على مزاجنا وعلى كيفنا، عشان دي أخف نسخة أنا جربتها واشتغلت بيها حتى على الأجهزة الضعيفة. ما فيهاش أي إضافات بتقل لي النسخة أو تزهقني في الشغل. طبعا كنا عارفين كل ما الأورج بقى خفيف كل ما بقى أداؤه أفضل، أداؤه أسرع، وكمان الاقي نفسي اتكيت على المفتاح الاقي الصوت طالع في وقتها على طول. لان لو الموبايل تقيل معايا او مهنج معايا او الاورج تقيل عليه هلاقي في نسبة تأخير في العزف، ولو في نسبة تأخير في العزف اعرف ان انت مش هتعرف تعزف على الاورج اساسا. ندخل بقى نجيب السيمز او السكن بتاعنا عشان نطبقه على الاورج. بنضغط على منيو اللي على اليمين فوق جنب بنك الموسيقى، بندخل بعديها على سكن اللي موجودة على اليمين في القايمة اللي على اليمين جوه بنك الموسيقى. كده فتحت لي القايمة بتاعت الجهاز بتاعي. طبعا دي قايمة الأورج نفسه، فايلات الأورج. احنا هنطلع منها هنروح للمكان اللي احنا محملين فيه السيمز بتاعنا أو السكن. زي ما اتفقنا انت حدد المكان اللي انت عاوزه، المهم انك سمي الفايل عشان تبقى عارف اسمه وما تغلطش وتحمل حاجة غلط. بنتك على السهم فوق للرجوع، كمان سهم للرجوع، وندور على الفايل اللي حطينا فيه السيمز او السكن بتاعنا. انا حطيته في فايل داونلود سمات 2024. زي ما انتم شايفين بقى السكن اللي انا جبته لكم النهارده سكن بتاع اورج PA 700. ده اورج حقيقي وفي ناس بتجيبه وبتشتغل بيه وبتعزف عليه. طبعا انت عشان تشتري الاورج بتلاقي الاورج غالي، اي اورج محترم دلوقتي من 10,000 وطالع، 10,000 مصري وطالع. في أورجات بتوصل ل50,000 وأكتر كمان على حسب إمكانيات الأورج، الفلاشة بتاعته الداخلية، المساحة بتاعته بقدر أخزن عليه قد إيه من الإيقاعات وقد إيه من الأصوات والإنتروهات والحاجات دي كلها. دي بتفرق في سعر الأورج لأنها بتفرق في جودة وكفاءة الأورج، لأن كل ما مساحة الأورج من جوه زادت كل ما أنا قدرت أحمل عليه أصوات بجودة أعلى وبكميات أكتر. طبعا الكلام ده كله على أورج الموبايل طبعا بيتحل لو معاك موبايل مساحته الداخلية 256 512، بتقدر تحمل مجموعة من الإيقاعات والأصوات بكمية كبيرة جدا. المهم إن الموبايل تكون إمكانياته رام وبروسيسور ومعالج قوي عشان يشغل الأورج بكفاءة عالية وما يبقاش تقيل عليه. بندخل على السكن اللي قلنا لكم عليه دوت سكن أورج PA 700. نضغط على السكن عشان نجربه مع بعض. شايفين حضراتكم أول ما ضغطنا على السكن على طول راح فتح معايا
الأورج معايا الزراير اختلفت، المفاتيح اختلفت، الأماكن اختلفت، كل حاجة اتغيرت. بنك الموسيقى نفسه شكله اتغير. ده الأورج الحقيقي. اللي حابب يا جماعة إن هو يتعلم العزف على أورج PA 700 وعاوز يتعود على قوايمه، الحاجة دي فين والحاجة دي فين والزرار ده فين والزرار ده فين، يقدر يتعود عليها بكل سهولة. ولما ربنا يكرمه يقدر يجمع تمن الأورج دوت، الأورج الحقيقي دوت، هيلاقي نفسه حط الأورج قدامه مبدئيا أماكن الزراير وأشكالها مش مستغربها، مش غريبة عليه، لأن هو اتعود عليها واتدرب عليها وعزف عليها على أورج الموبايل. يبتدي بس يلاقي نفسه في وقت قصير جدا قدر ان هو يعزف على الأورج بكل حرية وبكل تمكن من الأورج، لأن هو متعود على شكله. طبعا الأورج دوت نازل بأشكال المفاتيح دي، يعني أنا مش هقدر أغيرها. هو كل سكن يا جماعة بينزل على حسب اللي مصمم السكن أو اللي عامله. لو كان عامل ألوان لزراير المفاتيح بنقدر نغيرها، لو مش عامل ما بنقدرش نغيرها. ممكن في بعض السكنات ما بتقبلش، في سكنات بتقبل. هنجرب لكم في الفيديو اللي جاي بعد كده ان احنا نولف سكن على سكن. يعني مثلا سكن عجبنا الشكل بتاعه، شكل الواجهة بتاعة الأورج، وفي سكن تاني هاخد منه ألوان المفاتيح، فهخش بعد كده أجرب أخد ألوان المفاتيح دي مع السكن والواجهة والشكل العام بتاع الأورج ده، وأجرب الاتنين مع بعض وأشوف هيقبل معايا ولا مش هيقبل. بس أنا في الوقت الحالي اللي عندي السكن ده بس، فجربته لكم. نجرب في الفيديو الجاي إن شاء الله أجمع لكم مفاتيح من سكن وواجهة من سكن تانية ونجربها. طبعا السكن ده هرفعه لكم على قناة التليجرام، تقدروا تخشوا تحملوه. لو لقيتوا الملف مضغوط بباسورد هتلاقي الباسورد موجود في الفيديو، تتفرج على الفيديو من الأول للآخر، هتلاقيني موزع الفيديو، موزع الباسورد على الفيديو. هتفرج على الفيديو كويس وتنقل الباسورد في ورقة وتفك الضغط بعد كده على طول، واستمتع بالسكن. مبروك عليك، اشتغل عليه براحتك، بس ما تنساش دعمك ليا. اشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات عشان يوصلك كل جديد، وكمان اعمل لي لايك واكتب لي تعليق جميل من عندك، قول لي ايه رأيك بصراحة في السكن بعد ما جربته. دعمكم ليا يا جماعة. تابعوني كمان على قناة التليجرام، كل البرامج هتنزل فيها، كل الشروحات هتنزل فيها. شيروا القناة بتاعتي والفيديو، وشيروا قناة التليجرام لكل أصحابكم عشان الكل يستفيد.